طلع من زمان بقى الراجل التوكسيك ده. بقلب كده شويه ولقيت ان بليغ حمدي طلع توكسيك، وعرفت السر بقى لما ورده اتسالت عنه قالت انا ما اعرفش حد اسمه بليغ. ورده السمان وورده بليغ حمدي اكتر واحد كسر قلبه. بليغ حمدي اول لما شاف ورده حبها وكان عايز يتجوزها، ولما راحت قالت لاهلها اهلها رفض. ورده اتجوزت واحد تاني وسافر ساعتها بليغ لندن وقابل هناك غادة السمان. دي كاتبه كبيره جدا حبها ناس كتير قوي وكتبوا فيها شعر، بس الوحيد اللي حبته هو بليغ حمدي، وكان بيعاملها بطريقه قاسيه جدا، بس كان واخدها احتياطي يعني. اول لما عرف ان ورده اتطلقت من جوزها نزل جري عشان يتجوزها، ساب غاده. اتفق بليغ حمدي مع ورده على الجواز، ويوم كاتب الكتاب نسي. ايوه نسي ان هو هيتجوز وسافر لندن لغادة السمان تاني. ما نظلموش يا جماعه، هو كان مسافر لغادة السمان عشان يودعها ان هو خلاص هيتجوز، واتجوز ورده وطلقها. ولما اتسالت ورده انت اتطلقتي ليه من بليغ، فقالت ان هي كانت عيانه جدا ودخلت المستشفى، وعبد الحليم كان قاعد جنبها وكل الناس كانت بتراعيها الا هو، كان مسافر بيعمل عيد ميلاد سميره سعيد. الصحافه طبعا كانت حاضره اليوم ده وصورت وكتبت ان بليغ هيتجوز سميره. وفي المستشفى ورده شافت الاخبار في الجورنال. اما بقى سبب الطلاق التاني هو ان ورده كان نفسها جدا تغني اغنيه ميادة الحناوي مش عوايدك، وهو برضو راح اداها الميادة. لا ليها حق ورده لما تسال تقول معرفش حد اسمه بليغ. ورده قالت مين بليغ، انا معرفوش. عمل لها بليغ اغنيه انا الحب اللي كان اللي نسيته اوام، يا سلام على غدر الانسان، يا سلام.